النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أويس بن القرني. أويس بن القرني كان من أهل اليمن. الرسول عليه الصلاة والسلام خبر الصحابة إن هو من أهل الجنة، وإن هو هيشفع ل200,000 واحد من أهله. أويس لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أويس في الوقت ده ما كانش أسلم. أول ما سمع عن الإسلام وسمع آيات من القرآن الكريم أسلم، وراح قال لأمه، فأمه هي كمان أسلمت على إيده. تمام. بعد كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لو شفتم أويس خليه يدعي لكم، لأن أويس مستجاب الدعوة. فراح إيه اللي حصل؟ كان عم أويس في الحج. تمام. فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول إيه؟ بيقول هل فيكم أهل اليمن؟ فراحوا وقفوا على جنب. قال لهم هل فيكم من قبيلة مراد؟ تقف على جنب. راحوا واقفين على جنب. راح جه ايه اللي حصل؟ راح قال لهم هل فيكم أويس بن القرني؟ راح جه عمه قال لا، ده ابن أخي. قال له أمه عايشة ولا ميتة؟ قال له عايشة. قال له ما كان أويس ليترك أمه ويذهب إلى الحج، لأن أويس أول ما دخل في الإسلام كان نفسه يروح الحج، وكان النبي رايح في حجة الوداع، هو كان نفسه يروح، بس مرضيش يسيب أمه المريضة إن هي كانت كفيفة ويروح. فهم قالت له روح وما تشغلش بالك بيا. هو التاني أويس رفض وقال لها لا، أنا لا يمكن يطيب ليا خاطر لو رحت من غيرك وانتي تعبانة، مش هقدر اسيبك. قالت له لا. فكانت كل سنة أمه تصر عليه إنه يروح يحج، وأويس كان بيرفض إن هو يروح يحج. فجه بعد كده أمه توفت وراح أويس للحج. فجه عمر بن الخطاب قال هل فيكم أويس؟ قال نعم. راح قال له كان مديهم الرسول عليه الصلاة والسلام وصف أويس. فراح قال له وريني كتفك. راح شايف كتفه، لقى العلامة اللي أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. أويس كان شديد السماء، كان في علامة في كتفه بحجم الدينار، يعني حاجة كده قد الجنيه، لونها أبيض. فقال له أيوه أنت أويس بن القرني. فراح قايل لأويس إن هو أصلا مستجاب الدعوة، وإن هو يدخل 200,000 واحد من أهله. هو كل ده أويس إن هو أصلا ما يعرفش إن هو يدخل 200,000 واحد من أهله من الجنة. راح قال له ده الرسول عليه الصلاه والسلام اخبرنا ان احنا لو شفناك ان انت تدعي لنا. فراح جاب علي بن ابي طالب وقال له ده اويس، وقال له ادعي لنا. راح جه اويس قال له ادعي للامير المؤمنين عمر بن الخطاب ولابن عم رسول الله علي بن ابي طالب، اللي هم اصلا من العشره المبشرين بالجنه. قال له ايوه ادعي لنا. فراح قال له الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا ان انت هتعيش مجهولا في الارض معلوما في السماء. فاويس قال له ماشي. فجه عمر بن الخطاب قال له هترجع اليمن؟ قال له لا، انت عرفت الناس بيا، فانا مش هقدر ارجع اليمن، انا هروح الكوفه عشان اعيش زي الرسول عليه الصلاه والسلام ما قال مجهولا في الارض معلوما في السماء. فراح قال له طب اقول له والي الكوفه يستقبلك؟ قال له لا، انا عايز اعيش زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال مجهولا في الارض معلوما في السماء. فقال له طب انت يعني هو يديله فلوس حاجه يروح لان ده سفر. فراح جه اويس رفض. قال له انا معايا 4 دراهم وهدومي حالتها كويسه وعندي معزه بحلبها واشرب لبنها. راح جه عمر بن الخطاب قال ايه؟ قال يا ليت ام عمر لم تلد عمر. راح جه اويس قال له يا امير المؤمنين، انا في خير مما انا عليه وانت في خير بما انت عليه، وفقك الله لرعايه المسلمين. لان اويس كان انسان بر